اول حاجه طبعا لاحظتها لما بفتح الكبوت العربيه ان الكبوت هيدروليك، وادي المساعدين. برضو من ضمن الحاجات اللي لاحظتها اول ما فتحت الكبوت ان في هنا عازل، والعازل ده على فكره فومي شويه كده، زي الفوم شويه طري، فده بيعزل حراره وبيعزل صوت، دي بتبقى ميزه حلوه. نيجي بقى لو اتكلمنا على الموتور بينزل 1400 سي سي تيربو، 150 حصان، 250 نيوتن، وكل ده متوصل بناء الحركه عادي 8 سرعات، شيفت باي واير. العربيه بتحقق من الصفر ل 100 في حوالي 9 ثواني. السرعه القصوى للعربيه 223 كيلومتر في الساعه، ومتوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو. العربيه بتيجي بتعليق امامي ماكفرسون، والتعليق الخلفي مالتي لينك. طبعا سكودا اوكتافيا معروفه دايما عنها بانها عربيه ذو مواصفات امان وسلامه عاليه جدا، فالعربيه بتنزل مواصفات الامن والسلامه اللي خاصه بيها، هنلاقي فيها ABS EBD ESP، فيها نظام MSR اللي هو نظام التحكم في الجر، فيها نظام ASR، فيها نظام مراقبه ضغط الاطارات، فيها نظام التحكم في الصعود للتلال، فيها نظام المساعده في المنحدرات، فيها فتح الابواب تلقائي في حاله التصادم، فيها كمان قطع دوره البنزين برضه تلقائي في حاله التصادم. العربيه بتيجي باير باجز للسائق والراكب الامامي، واير باجز ستائريه جانبيه. وطبعا زي ما قلت لكم ان عربيات اوكتافيا بتكون دايما حريصه على ان يكون دايما مواصفات الامان والسلامه اعلى حاجه عندها، فيكفي ان انا اقول لكم ان العربيه حاصله على 5 من 5 في اختبارات اليورو انكاب الاوروبيه.